النهارده جايب لكم اسهل واحلى وصفه للبانكيك. يا دوب بس بخمس مكونات والوقت زي 10 دقايق هيكون معانا اسهل والذ بانكيك هش جدا. ينفع فطار، ينفع سناك، او حتى مكافأة للاطفال. الاطفال هتحبه جدا. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمله ازاي. المكونات اللي معانا او حتى المقادير هتكون: هنستعمل هنا 3 بيضات وعليهم السكر حسب الرغبة. انا حطيت 3 معالق سكر وعليهم فانيلا. ممكن تستعملوا اي منكه او اي طعم انتوا حابينه. وهنحط عليهم مادة دهنية ان كانت زيت او زبدة سايحة. انا حطيت الاتنين وهنضربهم. ينفع نشتغل بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهربائي. وهنحط عليهم لبن ومعلقتين بيكنج باودر، وهنحط دقيق بالتدريج لحد ما ناخد القوام اللي احنا عايزينه. هندربهم كويس قوي لحد ما المكونات والعجينة كلها تكون سمك واحد من غير اي تكتلات. على النار، طاسة على نار متوسطة جدا او حتى على نار هادية، وهنمسحها الاول بشوية زيت وهنجرب في واحدة نشوف. دلوقتي اول واحدة عملناها معانا طلعت هشة جدا ودرجة الحرارة مظبوطة، لكن انا كمان هقلل درجة الحرارة اكتر. خلوا درجة الحرارة قليلة جدا او حتى شمعة على النار وسيبوها. هنعمل بقية الكمية كلها بتاعتنا يا دوب بس 50 ثانية او حتى دقيقة على كل جنب. هنتأكد ان هي استوت معانا وهيطلع معانا اللون الذهبي اللي شايفينه. بالنسبة للتقديم، البانكيك تقدر تحط عليه اي شيء انت بتحبه. زبدة، او ممكن تحط له عسل، او حتى كمان اي فروت او اي فاكهة موجودة عندك. مابل سيروب لو موجود، ممكن تحط نوتيلا. اي شيء انت حابه او موجود او متوفر عندك في البيت هنشتغل بيه. انا كان عندي هنا ريكوتا وكان عندي بيستاشيو، فحطيتهم وحطيت كمان الفواكه اللي كانت موجودة عندي. تاني، اي حاجة مع البانكيك تنفع. البانكيك سهل جدا، السكر حسب الرغبة. انا حطيت فانيلا، مش موجود فانيلا ممكن تحط كراميل، ممكن حتى تحط قرفة مطحونة. اي شيء موجود تقدر تشتغل بيه. البانكيك ما بيقولش لا على اي شيء. ودي كانت نهاية الفيديو، طريقة سهلة خالص. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا أول بأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.